كيف تنقذ حالك من صواريخ إيران والهجمات النووية إذا أنت كويتي أو خليجي؟ لازم تفهموا هذا الفيديو منيح يا جماعة وتسمعوه للآخر، اسمعوه للآخر وركزوا بالكلام، لأنه هذا الفيديو ممكن ينقذ حياتك وينقذ حياة أهلك وأسرتك، فاسمعوه كامل للآخر. برجع بقول لكم أول شيء، لازم أول ما يصير أي حدث تحافظ على هدوءك، خليك هادئ وطمن اللي حولك، لا تخافوا، ما في شيء، لا تخافوا، أمورنا طيبة، طمن اللي حواليك. اوكي، هذا اول شيء. ثاني شيء، لا تروح على السوبر ماركت او تروح على البقالات تشتري كل شيء، مويه، يلا حط مويه، حط اكل، حط شرب، راح يصير في مجاعة، راح يصير في هذا. لا، اشتري شيء يكفيك اسبوع وبهدوء وبدون اي شيء يعني تخاف عليه كثير. عادي عادي، ما راح تموت من الجوع، يعني ما تخاف. قبل ما اكمل اتمنى كل عام فلاك واشترك في قناه مضرين وليش عم ينزل اشتراك والكهرباء ابدا وطلع صوت. اشتركوا الان، ما تنسوا تحضروا قصه سفاح حمامات النساء، السفاح الاخطر والارعب في التاريخ. ما راح تصدقوا ايش كان يعمل بالحمامات مع النساء يا جماعه. هاي القصه جدا مؤلمه ومرعبه جدا. راح تلاقوا الشريط هنا، اذا انت على الاحمر اضغط، دخل الحمام ما طلع قصه سفاح حمامات النساء اضغط، واذا انت على الاصفر تلاقي في هنا العنوان، شايفوا العنوان؟ حطوا نفسه على الأحمر واحضر القصة واستمتع. المهم يا جماعة، ثالث شيء، توكل على الله، لأنه الله من فوق حامينا، وما تخافوا، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ما راح يصير لك شيء إلا اللي الله كاتبه فقط.